لما يكون عندك صديق في الغربة ولسه نازل أجازة أرجوك ما تدققش معاه وخده على قد عقله. عارفين ليه؟ لأن أغلبهم بيبقوا زي صديقي وائل. مشكلتي الوحيدة معاه إن هو كل سنة ينزل يسحني في 3 نفسيات مختلفين عن بعض. أول نفسية بيبقى عبده مشتاق نازل عايز يبص للأسفلت بتاع الطريق، كأن مثلا هو أستاذ نبيل الحلفاوي في تدمير مدمرة إلى بقى يبص للسماء ويقول لك استعادة الذكريات وجو السهوكات، حاجات كده عجيب. المهم بتعدي المرحلة دي ما بتكملهاش أسبوع 10 أيام تظهر بقى مرحلة النفسية التانية. يروح داخل عليا بالعبد المكشر على طول، زهقان قرفان طهقان. مالك يا عم وائل؟ اهدى، في ايه؟ الناس بقت مش ممكن بتسوق كده ازاي؟ ايه مفيش احترام للطابور؟ طب مفيش مش عارف، ويقعد بقى ينتقد لك في كل حاجة شايفها في البلد. انا بعذره، هو بيبقى الفترة اللي قعدها بره خد على النظام، نسي اصله الولد. المهم ما علينا. حبه بيبتدي يستعيد الذكريات وبياخد بقى على الزحمه وياخد غرز وبتاع ويبقى زي بقيه البني ادمين ويعرف يسلك نفسه ويعيش في المجتمع. المهم ما عليه. تظهر بعد كده بقى المرحله الاخيره ودي اكثرهم جنونا. انت بعد ما كنت زهقان تتفاجئ ببني ادم جاي لك عينيه مسبله وتقريبا بيعيط 24 ساعه ويقول لك لا انا مش عايزه. مش عارفين الولد اللي بيبقى مش عايز يروح الحضانه اول يوم؟ هو ده نفس الشخصيه. انا فاضل لي اسبوع وهسافر، فاضل 4 ايام. طب اجل السفر. لا انا نفسي استقر. ويقعد بقى يدوخني. هم ال3 مراحل زي ما انا قلت لكم: عبده مشتاق، عبده مخنوق، وفي النهايه طفل الحضانه حزين. يقول لك البلد حلوه ووحشني الوطن، قول له انت وحش الوطن اكتر. يقول لك اف ايه القرف ده وبتاع، قول له اه ايه الزفت ده. يقول لك والله انا مش عايز اسافر واقعد معاك كمان يومين، قول له يا عم اقعد بلا سفر بلا بتاع، بلدك اولى بيك. وفي النهايه يسيبك برضه ويسافر. اسمع مني بس يعني عشان ما تاكلش دماغك. انا كنت اول 3 سنين بتعب معاه، بعد كده فهمت السيستم منه ومن اصحابنا كلهم من اللي سافروا، ودي خلاصه الموضوع. وربنا يرجعهم بالسلام ويعينهم ويرجع كل واحد نفسه يرجع البلد. السلام عليكم. تتمسوا بالعافيه.